إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت، حقيقة لا تغيب عنا، حقيقة نغفل عنها، حقيقة لا ندرك لوازمها وتوابعها. كل نفس ذائقة الموت، إن معناها الفراق بعد اللقي، إن معناها ظلمة بعد نور، إن معناها عري بعد لبس، إن معناها حفاء بعد انتعال، إن معناها أن نلقى الله جل وعلا فرادا كما خلقنا أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إن معناها ألا يكون معنا يوم القيامة مدد ولا ولد ولا مال ولا سلطان ولا زوجة ولا صاحب ولا أب ولا أم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. عباد الله، إنها حقيقة عظمت عند العارفين بالله، عند الذين تعلقت قلوبهم بالله، عظمت عندهم هذه الحقيقة فخافوا يوم اللقاء. ليس خوفهم ممن يلاقون، فهم سيقبلون على أرحم الراحمين، ولكن خوفهم بما سيلاقون ربهم جل وعلا. نعم عباد الله، ما هي الأعمال؟ ما هي الصالحات؟ ما هي الصلاة؟ ما هو الصيام؟ ما هو القيام؟ ما هو الصدقة؟ ما هي الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة التي سيلقوا بها ربهم
جل في علاه يوم أن يكتنف هذا العبد ولا يجد العبد ملجأ ولا مساعدا ولا معينا ولا ظهيرا يوم القيامة، فيلتفت ذات اليمين فلا يجد إلا ربه جل وعلا، يلتفت أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. هناك بل وقبل هناك ترجع الذكريات، يعود شريط الذكريات بعد الفراق، بعد أن يرى أنه سينتقل إلى دار لا رجعة له منها، يعود ذلك الشريط فيقول كما قال الله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب لعلي أصلي، لعلي أصوم، لعلي أقرأ القرآن، لعلي أنفق، لعلي 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 لعلي. قال الله: كلا، انتهى كل ذلك، لأنه القائل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أخي المسلم، أنت لست ابن يوم أو ابن ساعة أو ابن يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين حتى تتمنى الرجوع. أنت ابن 50 أو 60 أو 40 أو 30 سنة أو أكثر من ذلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعم عباد الله، إن هذا الموت لا يعرف حواجزا ولا موانع، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في قصور مشيدة. إن ملك الموت لا أحد يعرقل طريقه ولا أحد يمنعه، إنه ينتظر ساعة الصفر أن يقبض روحك، بغض النظر عن مكانك وبغض النظر عن زمانك وبغض النظر عن أعمالك وبغض النظر عن أيامك ولياليك. لا يعرف رحمة بك، فإذا أمره الله جل وعلا جاء، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يمتثلون الأمر الإلهي ولو كنت حيثما كنت. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عباد الله، إن الموت ساعة رهيبة، إنها ساعة مخيبة يخافها كل العباد، مؤمنهم وكافرهم، لأنهم سيقبلون على الله جل وعلا وما يدرون كيف يكون لقاؤهم بالله. هل هم من المقبولين أم هم من المردودين؟ فعلينا عباد الله أن نعد لهذا السؤال جوابا، وأن نعد لهذا الجواب صوابا، وأن نستعد إلى لقاء الله جل وعلا القائل: يا أيها الذين آمنوا، أو قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ما زالت الدنيا تتجاذبنا، والأعمال تتخاطفنا، والأهل والأولاد يشغلونا، فإذا نزعت أرواحنا فلا يلتفتون لنا إلا التفات المتخلص منا. أين الحب والوئام؟ وأين الرحمة بين الأنام؟ يأخذوننا أجسادا عارية نغطى بأرخص الخرق عندنا ثم نوضع في حفرة. أين الحبيب؟ وأين القريب؟ وأين المواسي؟ وأين الذي كان يتألم لألمك ويفرح لفرحك؟ إن الجميع يتخلون عنك لقدرك وما ستقبل به على ربك جل وعلا. فعلينا عباد الله أننا نوقظ قلوبنا بالتفكر بالموت. شغلنا وأشغلنا أنفسنا ولهينا وألهينا أنفسنا وغفلنا أنفسنا للأسف عن هذه الحقيقة التي يتمنى العبد بعد موته أن يكون قد تذكر هذه الحقيقة، وأن يرجع إلى الدنيا فيعمل ثانية وثالثة ويبقى مقيما على طاعة الله، يأخذ ما أحل الله له ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويرد الحقوق والمظالم. يتمنى ذلك، فقال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي وأمي ونفسي وولدي والناس أجمعين يذكر أصحابه كل فترة وحين، بل وهو الذاكر الشاكر الذي لا يغفل عن ذكر الموت، ويذكر أصحابه، يذكرهم بدنو الرحيل مهما طالت فرحتهم ومهما تنوعت مأساتهم ولأواؤهم وأحزانهم. إنه يذكرهم أن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر. قال: إن مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وذهب. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عباد الله، إن مما كان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يزوروا القبور وأن يتفكروا في يوم البعث والنشور، يوم أن تسكن في هذه الحفرة وحولك المباني الشاهقة والبيوت الفاخرة والسيارات الجميلة، وأنت محبوس في حفرة، محبوس بعملك. قد تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. انظروا إلى هذه الأساليب
التي تحطم عند الصحابة المنافسة والتعالي والتفاخر والتقاتل من أجل الدنيا. ليس حراما أن تأخذ من الدنيا بلغة تتبلغ بها، لقمة تعيش بها، ثوبا تستر بها بدنك، مالا تنفقه على نفسك وعلى عيالك وتتصدق به، كثر كان أم قل ذلك. ولكن الخطر يعظم على العبد يوم أن يكون حبه للدنيا وبغضه للدنيا، يوم أن يكون سعادته بالدنيا وشقاؤه من أجل الدنيا، من أجلها يوالي ومن أجلها يعادي، من أجلها يحب ومن أجلها يبغض، يصبح من أجل الدنيا ويمسي من أجل الدنيا، يأكل من أجل الدنيا ويمتنع من أجل الدنيا، ينام من أجل الدنيا ويستيقظ من أجل الدنيا. قال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إن من جعل الدنيا أكبر همه وأعظم شغله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يعط من الدنيا إلا ما كتب له. لن تعطى من الدنيا ولو جريت بها جري الوحوش إلا ما أعطيت. فانظر عباد الله ماذا ستجده يوم أن تقف بين يدي الله جل وعلا. انظر ماذا سينفعك عند الله جل وعلا، انظر ماذا سينجيك من عذاب الله يوم القيامة. فأعد يا عبد الله لذلك إعدادا عظيما، فإنه يوم عظيم. قال الله: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فعلينا عباد الله أن نستعد كذلك بالتوبة النصوح، لعل أعمارنا التي فاتت قد طويت، وأيامنا وما عملنا فيها قد نسيت، ولكنها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سنقف بين يدي الله ويسألنا عن العظيم والحقير والكبير والصغير، لا تخفى عليه خافية ننساها ولا ينساها الله جل وعلا. فعلينا بالتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، ولا تحتقر شيئا من المآثم، فإنما الأعمال بالخواتم. ومن يكن للقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وذنبا مغفورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، إنك على كل شيء قدير. والحمد